ازاي تكتب ايصال امانه صحيح؟ خليني اقول لك الموضوع ببساطه ومن غير تعقيد. اول حاجه لازم تفهمها، ايصال الامانه مش بين شخصين، لا، ده بيتكون من 3 اطراف. الطرف الاول اللي بيسلم الفلوس، والطرف الثاني اللي بياخد الفلوس عشان يوصلها، والطرف الثالث اللي المفروض الفلوس تتسلم ليه في الاخر. يعني ايه؟ يعني الايصال عباره عن تعهد ان الفلوس توصل من شخص لشخص، واللي في النص هو المسؤول. طيب نكتبه ازاي عشان يبقى مظبوط وما يتلعبش فيه؟ اول حاجه بنكتب اسم كل طرف كامل زي البطاقه بالظبط، وتكتب الرقم القومي للطرفين الاساسيين، وتكتب المبلغ بالارقام والحروف، والتوقيع لازم يكون بخط ايد المستلم قدام عينك. كل البيانات تتكتب بنفس القلم وفي نفس الوقت عشان محدش يزود كلمه او يغير رقم. الغلطه اللي ممكن تدمر اي حد انك تمضي على ايصال امانه فاضي او فيه خانات فاضيه، ساعتها اللي قدامك يكتب اللي هو عايزه وانت اللي هتدفع الثمن. الخلاصة، ايصال الامانة الصح بيحميك، والايصال الغلط ممكن يضيعك.